السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. هذه الوصفة رائعة جدا. آه كي كنا صغار كنا نتفرجوا ديما، ما كانش اللي ما تفرجش باب الحارة. كنا نتفرجوا على ام عصام كي كانت تحضر الكبه المقليه والمشويه. كنا نسخفوا نقولوا يعني كيفاه يطيبوها، كيفاه يطيبوا هذه الكبه، كيفاه يعني كيفاه البنه نتاعها كيفاه مدايره. كانوا يسخفونا مي ما كناش نعرفوا، ولكن كبرنا وتعلمنا وعرفنا كيفاه مدايره الكبه هذه، كيفاه البنه نتاعها وكيفاه تندار وكيفاه اليوم نعلمكم كيفاه طيبوا هذه الكبه ان شاء الله. ما تخرجوا من الفيديو هذا حتى تكونوا تعلمتوها. هيا نبداو بسم الله. اول حاجه بديت بها هي البرغل، شريته من عند العشاب. جبت يعني كمية، يعني ب10,000 ب20,000 كما حبيتي. جبت درت كيلة نتاع برغل، بزوج كيلات تاع ما يكون سخون. من بعد حتى يعني تضاعف لك الحجم، خليته مدة ساعتين حتى تشرب لي هذاك البرغل، تشرب لي كامل الماء هذاك كامل تشربه لي. من بعد جبت هذا الرحاية ولا الآلة اليدوية ولا الروبوت، كما حبيتي رحيها حتى تخرج لك على شكل عجين، يعني تكون عجينه طول. من بعد زيدي فيها اللحم يكون مرحي مع البصل يكون مرحيين مع بعض. ومن بعد زيدي توابل اللي هما كمون كزبر، تزيدي فلفل الاحمر، من بعد شويه تاع ملح باه ما تجيكش صامته اكيد. من بعد تعجنيها بالشكل هذا لمده ربع ساعه، لانه كل شيء مرحي، يعني ما نحتاجوش انه المده تكون كبيره باه يعني باش تترحالك مليح. انا هنا كل شيء تاعي مرحي، رحيته بالبيان. يعني خاص برك اني نعجنها مليح باه يدخلوا هذوك المكونات فيها. عجنتها خليتها ابار. وزنتها، كل يعني حبه درت فيها 55 غرام، يعني المبتدئه باه ما تتلفلكش. لانه يعني تقدر كاين اللي ما يقدروش يديروا عينك ميزانك، انا هنا سهلت لكم المهمه. ديروا فيها 55 غرام باه تجيكم على حبه، كل حبه مع اختها. هنا جبت الحشو درت فيها لحم مرحي مع كيما تاع البوراك. زدت فيها كمون فلفل الكحل، شويه تاع كمون، شويه تاع كزبر وشويه تاع زيت، وتقليهم في يعني تقليهم على نار تكون متوسطه. وتخليهم يعني ابار حتى تبرد لك هذيك الحشوه، لازم تبرد تماما. ومن بعد تبداي تخدمي يعني الحبات نتاوعك. هنا جبت شويه تاع ماء باه تسهل يعني تعاونك في هذيك الحبه. انا درتها على شكل بيضاوي بالشكل هذا. وكاين اللي يدير لها شويه تاع الزيت هكا، المهم يا ماء يا زيت، يعني باه تعاونك برك في الخدمه وتجيك ما شاء الله. يسمحوا لنا اخواننا السوريين، يعني الوصفه على بالي ماشي كيما يديروها هما، ولكن احنا درناها بطريقه اخرى بلمسه اخرى بلمسه جزائريه. نقدروا نسميوها كبه سوريه جزائريه. هما يديروا فيها يعني الجوز والرمان، كاين اللي يدير فيها الرمان كاين اللي يدير فيها الجوز. انا هذو ما درتهمش، درت فيها اللحم هذا ما كان. ولكن جات بنا ما شاء الله، خاصه المبتدئات يديروها. يعني راح امكانيات بسيطه تقدروا ديروا كبه ولا اروع، تفرحوا وليداتكم ازواجكم، تفرحوا العائله تاعكم كامل، الدنيا وما فيها. هنا بعد ما كملت الكميه تاعي كامل، جيت هنايا درت في كاسرونه درت فيها زيت، يعني كميه لا باس بها. وخليت الزيت تكون قاويه، يعني النار تكون قاويه على الاخر. من بعد كي تبداو تلوحوا الحبات نتاوعكم نقصوا، خليوها في المتوسط باه طيب لكم من البرا ومن الداخل، باه ما تجيكمش نيه ولا خضراء من الداخل. هنايا شوفوا خضاو هذاك اللون الذهبي الاحمر. بسم الله ما شاء الله، والله واحد الكبه تشهي شهيتكم حبيباتي، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. شوفوا لهنا بعد ما كملت يعني راح هنايا نكمل الحبات نتاوعي كامل وتشوفوا في الطبق النهائي. شوفوا لي هذاك الجمال. يعني شوفوا كي يقول لك العين تاكل قبل الفم، هذه هي. يعني انا هنايا شهاوني قبل ما نبدا قبل ما نبدا ناكلهم، ناكل الحبه. شوفوا لي من الداخل الحبه كيفاه جات، بسم الله ما شاء الله. شوفوا جات فارغه،
يعني جات ماهيش معجنه، جات خفيفه، جات معمره، هذاك حشو تاع اللحم جات معمره بسم الله ما شاء الله. والطياب جات طايب من الداخل ومن البرا. والله يعني في الدار عجبتهم كامل، وشكروا لي هذيك الكبه، قالوا لي تسلم الايادي. فيعني كنت فرحانه بزاف كي اني درت هاد الكبه. لانه كما قلت لكم كي كنا صغار كنا يعني نحيروا كيفاه تندار هاد الكبه، وكيفاه يعني اسكو سهله ماهيش سهله، وتبان باللي واعره وكلش. مي كي بديت نحضر فيها وبديت نطيب وبديت يعني يعني طيبتها يعني كنت نستمتع كي كنت نطيب فيها. والله صدقوني كنت يعني كنت نستمتع كي كنت نطيب في هذه الأكلة اللي كانت تشهينا كي كنا صغار. والحمد لله كبرنا ويعني وكليناها وطيبناها. آه، بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها، خاصه المبتدئات. نتمنى انكم تجربوها، لانه ما تستاهلش يعني انه ما نقدروا لهاش. لا لا، نقدروا لها سيداتي. اذا هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله ما يعني تنال اعجابكم. وما تنسوش انكم تشاركوا في القناه، والى اللقاء.